هي قصة مشهورة أكيد سمعتوا عنها. كان في متزلجة أمريكية رهيبة اسمها نانسي كاريجان، واحدة من أحسن اللاعبات في التسعينات، والكل كان متنبئ لها إنها تبقى من أحسن اللاعبات في التاريخ. كسبت كذا ميدالية في فترة قصيرة وكانت مبهرة جدا، رغم إنها جت في وقت الفريق الأمريكي كله كان قوي جدا. فريق زي ده كان طبيعي جدا إنه يتأهل للأولمبياد الشتوية سنة 1994. وهنا كانت المشكلة، أصل في اللعبة دي في الأولمبياد الشتوية بيتأهل لها 2 بس من كل دولة، والفريق الأمريكي زي ما قلت لكم كان كله قوي جدا، فكانوا بيختاروا اللي بيتأهل على حسب التصنيف المحلي والنقط اللي جمعتها كل لاعبة. ومن أهم البطولات اللي بتأثر على التصنيف ده هي بطولة أمريكا المحلية The National Championship. نانسي ما كانش حد عنده شك إنها هتكسبها وتتأهل للأولمبياد، وده كان هيسيب مكان واحد بس لحد تاني يتأهل معاها، وهيقلل من فرص اللاعبات التانية. ومن اللاعبات التانيين دول لاعبة مميزة جدا كان اسمها تونيا سمير غانم. انا اسف، عبد الرحمن اخوي هو اللي كتب السكريبت ومصمم ان انا اقول الافيه ده، رغم اني قلت له كذا مره انه افيه سخيف جدا. كان اسمها تونيا هاردينج. تونيا كانت لاعبة متفوقة جدا برضو، هي بطلة أمريكا سنة 1991 وحققت أرقام كتير في اللعبة. تونيا وقتها في المهارة ما كانتش أقل من أي حد تاني في الفريق، يمكن تكون كانت قريبة جدا في المستوى من نانسي كمان، بس المختلف عن أي حد تاني في الفريق هو حياتها الشخصية.